عايزه اقول لك فكره تحفه، ضروري ضروري تجربوها. انا متاكده انها هتجيب معاكم نتيجه وهميه بجد. هستنى اراءكم تحت الوصفه وكومنتاتكم، وطبعا ما تنسونيش في اللايك والشير والمتابعه على اي منصه بقى ظهر لك عليها الفيديو ده. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، النهارده قررت انضف معاكم مرايات. زي ما انتم شايفين المرايه متبهدله خالص خالص خالص. انا مش طالعه انضف المرايات بطريقه عاديه زي ما انتم متعودين، لا انا هقولك على فكره بسيطه جدا 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 هتخلي المرايات كلها بتاعه البيت تلمع بدون جلانس وبدون اي منتجات ولا اي حاجه، بفكره بسيطه خالص خالص خالص. كل المرايات هتبقى معاكي زي الفل. بس يلا شجعيني باللايك والشير عشان نكمل بقيه الافكار. افكار حلوه جدا، متاكده انها تعجبكم. النهارده فتحت كده الشبابيك لقيت المرايات كلها تراب زي ما انتم شايفين، فقررت النهارده اوريكم فكرتي في تنمية المرايات في دقيقه واحده بس. بخلي مرايات الشقه كلها يعني بصي كأنها جديدة، من غير جلانس، بدون أي ملمع، من غير مية، من غير جورنال، من غير فوطة حتى. بتعملي ايه يا شيرين وحيرتينا؟ هقولك على طريقة سهلة وبسيطة ان شاء الله تجيب معاكي نتيجة فوريا جدا. بس انت سمي الله وصلي على الرسول، واوعي تنسي تشجعيني باللايك والشير والمتابعة والاشتراك كمان. لو انت مش فين على اليوتيوب او على الفيسبوك او على التيك توك على اي منصة، ما تنسيش تتابعيني. سمي الله وصلي على الرسول، تعالى اقولك هنعملها ازاي مع بعض. بصي بقى، انا عندي ده، كل ده دولاب. الدولاب من اوله لاخره مرايات، وعندي التسريح، وعندي باب الشقه، وعندي مرايه التويلت. طب انا هفضل طول النهار اجيب جرنان وملمع وبخاخه ومش هخلص، ما هو موال طويل. طيب هتعملي ايه؟ تعالي اقول لك بحركه بسيطه جدا كل ده هيبقى بيلمع بدون فوطه حتى وبدون جرنان. سمي الله وصلي على الرسول، اوعي تنسي تشجعيني باللايك والشير والمتابعه كمان. يلا بينا على طول بقى. انا كل اللي هحتاج السلك الالومنيا العادي جدا اللي هو ده، بتاع غسيل المواعين، الاطباق، السلك الناعم العادي. دي كل اللي هحتاجها لكل مرايه. هتقولي لي هتخدش المرايه، هتعمل حاجه فيها؟ لا والله ابدا، ما بتعملش اي حاجه، بتخلي المرايه زي الفل. طبعا كمان الحيطان ورا عايزه تتنضف، فكل ده الايام الجايه هنعمله مع بعض. روتين شتوي للتنظيف حلو جدا، كمان هينفعك قبل رمضان وعزايم رمضان كده تبقى الشقه كلها بتلمع. نزلت معاكم كمان وصفه تنظيف المطبخ الخشب من الدهون بطريقه سهله وبسيطه وبدون غسيل ولا ميه، وكمان نزلت تنظيف السجاده على الناشف. كل ده طبعا هتلاقوه في الفيديوهات السابقه، فيعني تابعوني كده وخدوا لكم لفه. بصوا بقى، هبتدي دلوقتي اقول بسم الله الرحمن الرحيم وهبتدي. انا دلوقتي عندي مرايه هنا، بصي بصي اي حاجه فيها بتروح اهي. انا عايزه اقرب لكم من المرايه شويه تشوفوا. بصي كده اوضح، قربت لك خالص من المرايه. وليكن مثلا الجزئيه دي، هبتدي ان انا اقول بسم الله الرحمن الرحيم واعمل كده. عايزه اقول لك بتشيل اي تطويصه، اي حاجه في المرايه بتخليها زي الفل كده بالشكل اللي انت شايفه. كمان الجزئيه دي اهي، شايفه؟ انا مش عارفه واضح عندكم ولا لا، بس والله ما سايبه فيها حاجه ابدا ابدا. بتشيل اي تطويصات، اي مشكله في المرايات، اي حاجه باهته فيها، اي بقع، كل ده بينضف في لحظه. في لحظه بتشيل اي حاجه من عليها، بتخليها زي الفل. بصي كمان هنا، عايزاكي تركزي. بصي هنا اوضح كمان، شايفه؟ ما بنساش اخد اي ازاز عندي لفه كده بيه، بيخلي زي الفل من اثار الكوبايات اللي بتتحط عليه، او اي بقع او اي ترسبات من التراب. كل ده بيلمع وبيبقى زي الفل في لحظه واحده بس. يعني اسرع حاجه تقدري تعمليها لتلميع الزجاج والمرايات بكل بساطة هي حتة السلكة الناعمة دي. مش هتحتاجي أكتر من كده، ولا جلانس ولا فوطة ولا جرنان ولا أي حاجة، على ضمانتي وجربيها والله ما بتعمل خدش ولا أي حاجة، بتخلي كل حاجة زي الفل. طبعا ما نسيتش الأجهزة وما نسيتش الشباك وخلصت. عايزه اقولك فكره تحفه، ضروري ضروري تجربوها. انا متاكده انها هتجيب معاكم نتيجه وهميه بجد. هستنى اراءكم تحت الوصفه وكومنتاتكم، وطبعا ما تنسونيش في اللايك والشير والمتابعه على اي منصه بقى ظهر لك عليها الفيديو ده.